حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يشوفني ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو منكم والاشتراك كمان. طيب. واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه. هنشوف الشخص اللي انت منتظره، او الشخص اللي في بالك، او الشخص اللي انت متعشم فيه او حاطط عليه امالك وطموحاتك. هل الشخص ده فيه خير ليك ولا انت بتضيع وقت على الفاضي؟ تمام. يعني القراءة دي بتكون لو انتم منفصلين، فلو مستني رجوعه فهنشوف الرجوع ده لصالحك ولا لأ. أو لو انت معجب بيه فهنشوف برضو هو الشخص دوت يعني مناسب ليك ولا لأ، أو في خير من العلاقة ولا لأ. تمام. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب هنبتدي مع بعض القراءة بتاعتنا. طيب، شايفة ان الشخص ده اوريدي شوية الفترة دي عنده مشاكل كتير وعنده ازمات كتيرة جدا في حياته، وهو مركز جدا في المشاكل دي. تمام. آه، او يعني عنده مصالح او في حاجة ممكن تكون بتجيب له فلوس الفترة دي، فبيحاول ان هو يقرب من الناس اللي ليه مصلحة معاهم. تمام. فمشغول طبعا في الوضع اللي هو فيه. تمام. شايفاه كمان ان هو بيحاول يقرب لناس ممكن يكون ليه مصلحة معاهم. يعني في ناس ممكن يكون هو ليه مصلحة في التودد ليهم او القرب منهم، فشايفة ان هو بيحاول ان هو يقرب منهم. طيب، شايفة برضو ان في خطوة او في حاجة في حياته، موضوع يعني هو عايز يدخل فيه او عايز يعمله، والموضوع ده بالنسبة له فيه ريسك او فيه مخاطرة او مغامرة. تمام. وشايفة ان هو محتار ياخد الخطوة دي ولا لا. تمام. يعني هو لو خدها والموضوع دوت نجح معاه، شايفة ان هو هيفرق في حياته كتير جدا، ولكن هو متردد لان هو مش واثق من نتيجتها. زي ما قلت لكم حاجة فيها ريسك بالنسبة له، فده مخليه طول الوقت متوتر قلقان مش بينام، عايز نفسه عن اللي حواليه. او حتى لو هو وسط الناس وعادي وفي ناس حواليه، هو دايما دماغه مش معاهم، دايما دماغه في الحاجة اللي هو بيعملها او اللي شاغلة تفكيره او اللي شاغلة دماغه، لان هو كمان بنسبة كبيرة جدا بيحس ان الناس اللي حواليه دي مش فاهماه، مش قادرين ان هم يوصلوا اللي في دماغه. تمام. طيب، دايما الشخص ده شوية كده شايف نفسه ان هو ملاك، او شايف نفسه ان هو ما بيغلطش، او شايف نفسه ان هو اي حاجة يعني اي حاجة وحشة بيعملها في حياته بيقول ان اللي حواليه هم اللي بيجبروه ان هو يعمل الحاجة دي او هو اللي يعمل الخطوة دي. تمام. يعني هو شايف نفسه ان هو ما بيعملش حاجة وحشة، اللي حواليه هم اللي بيجرجروه للحاجة الوحشة دي. تمام. او شايف ان الناس الغلط هي اللي دايما بتدخل حياته وبتبوظ حياته، وهو العكس تماما، هو اللي بيدخل في حياة الناس يعني الصح وبيبوظ حياتهم. يعني دايما بيقول لك ايه يعني بيعمل اسقاط يعني على الناس اللي بتدخل حياته. طيب، شوية الشخص ده بيتخنق قوي او بيزهق قوي من الروتين والملل، ما بيحبش الروتين ما بيحبش الملل. يعني ما بين كل وقت والتاني بيحاول ان هو يكسر الروتين ده، بيحاول ان هو يكسر الملل، بيحاول ان هو يعمل حاجة يعني عشان يخرج من الطاقة دي، لان هو شوية بيتضايق من طاقة الروتين دي. تمام. دايما طول الوقت عنده قلق، دايما طول الوقت خايف من بكرة، ومن مجهول، ومن اللي مستنيه، يعني الأشياء اللي مستنياه. طيب، كمان شايفة إن الشخص ده شوية ممكن يكون في حد عنده، ممكن يكون تعبان، أو في حد عنده مشكلة وهو طول الوقت شايل هم. برضه هو شايف إن طول الوقت عنده تعطيلات أو عنده وقف حال، يعني شايف إن الدنيا مش ماشية أحسن حاجة، فدي برضه حاجة مضايقاه أو مسببة له يعني نوع من أنواع كده عدم الاطمئنان. شايفة إن هو بيراقبك أو عينه عليك، مش مكبر دماغه منك، أو مش يعني مش متجاهلك، لأ، بيراقبك وعينه عليك، عنده فضول يعرف انت بتعمل ايه. شايفة ان انت كمان ممكن تكون بتثير غيرته، ممكن تكون بتعمل حاجات تضايقه، وهو متغاظ من اللي انت بتعمله، بس في نفس الوقت مش عايز يسأل، مش عايز يعني يبين لك ان هو مهتم.
تمام. طيب الطاقات اللي قدامي في برج العقرب، وفي برج الميزان، السرطان، الثور، وكمان طاقة برج الأسد. طيب هنشوف طاقتك انت بقى فيها ايه. طيب. طيب بالنسبة لطاقتك انت طبعا في طاقة انتظار، منتظر البداية الجديدة، منتظر الخطوة، منتظر لم الشمل ما بينك وما بينه، مستني منه اي حركة، اي خطوة، اي حاجة تحصل، لان انت محتاج له جدا الفترة دي او عندك احتياج ليه. تمام. ولكن في نفس الوقت برضو على قد ما انت منتظره انت زهقان ومكتئب ومخنوق. شايفة ان عقلك رافضه بنسبة كبيرة، مع ان انت قلبك عايزه وقلبك مستنيه، لان انت ممكن يكون صبرت على الشخص ده كتير جدا واديت له فرص كتيرة قوي، وشايف استمرارك في العلاقة دي يعني كأنك بتضحي بنفسك أو كأنك بتيجي على نفسك. تمام. لأن أنت كمان شايفه إن هو بقى متغير معاك أو ما بقاش زي الأول أو بقى بيتعامل معاك بطريقة مختلفة. فخلي بالك أنت ابتديت إن أنت تشغل نفسك بحاجات، ابتديت إن أنت تبص لنفسك، ابتديت إن أنت تدور على نفسك. عاوز تستقر وعايز تظبط أمورك، لأن شايفة كمان إن أنت طلعت من التجربة دي بقيت أنضج وبقيت أعقل وبقيت عارف قيمة نفسك، وعارف إن أنت ضيعت وقت كبير جدا في العلاقة دي. قلبك طبعا بينزف دم، قلبك وجعك، زعلان، تعبان. أنت عارف إن هو عنده إجابات كتيرة جدا لأسئلتك، بس هو مش عايز يريحك. هو من الأشخاص اللي طول الوقت مش عايزك تعرف راسك من رجليك، عايزك تفضل طول الوقت حيران، قلقان، مش مرتاح، مش مطمن. ولكن أنت برضو دلوقتي في مرحلة اتخاذ القرار، بتحاول إن أنت تاخد قرار في العلاقة دي. شايفة إن الشخص ده بنسبة كبيرة جدا كان مسيطر عليك، كان عنده قوة يعني كبيرة جدا إن هو يسيطر عليك، ولكن أنت دلوقتي اتحررت من السيطرة دي وبقيت مسيطر على نفسك وبقيت مسيطر على أفكارك بعد ما هو كان مسيطر على كل دوت. فشايفة إن أنت شوية ابتديت إن أنت تعمل كنترول على مشاعرك أو تتحكم في مشاعرك، زي ما قلت لك نضجت أكتر أو اتعلمت الدرس. وخلي بالك هو ملاحظ دوت. تمام. وملاحظ إن أنت ابتديت تنضج وابتديت تقوى، فعايز يقلب الترابيزة عليك بسرعة قبل ما أنت تستقوى عليه وقبل ما أنت تقف على رجلك وتتخطاه وتنساه. أنت بقيت أعقل وأنضج، بس هو أخبث منك وأمكر منك بكتير. هو شخص يعني دهية، شخص مش سهل خالص. تمام. طيب الأبراج اللي ظاهرة قدامي برج الحوت والجوزاء والعقرب والجدي. هنشوف نظرته للعلاقة، باصص للعلاقة ازاي وبيفكر في ايه. اوكي. ماشي. اوكي. طيب انت حاسس بالغدر وحاسس بالخيانة بطريقة قوية جدا. شايفة ان ممكن للبعض منكم ممكن يكون في تدخلات او ممكن يكون في طرف تالت. تمام. انت بقى ليه حاسس بالغدر؟ لان هو بعد فجأة، اختفى فجأة، اتلكك لك وسابك فجأة، فعندك احساس قد ايه هو غدر بيك. فخلي بالك هو مدرك وعارف كويس قوي ان انت عارف كل حاجة. شايفة ان هو نفسه ان هو يقرب منك ويحتويك ويرجع العلاقة تاني، لكن ماسك نفسه لان هو عارف ان انت بقيت قوي دلوقتي، وعارف ان هو عمل حاجة صعبة انت صعب ان انت تسامحه عليها او صعب ان انت اه تغفرها له. يعني هو باصص لك بصة ان انت يعني ايه، لو مسكته مش هتسيبه او لو وقع تحت ايدك مش هتسيبه. تمام. رغم ان هو طبعا مش مبسوط خالص في البعد وتعبان ووحيد والدنيا كلها جاية عليه.
لكن خايف كمان لحسن تكون عايز تنتقم منه. يعني هو ممكن كمان يكون خايف ان هو يقرب منك، فانت تقول له اوكي ماشي انا موافق ان انا ادخل في حياتك تاني او ان احنا نصلح العلاقة، لكن خايف ان انت تكون عايز تنتقم منه او عايز ترجع حقك. علشان كده هو هربان، لان هو عارف ان المناقشة معاك هتخسره او ان هو مش هيقدر يوصل لحاجة، وخايف بصورة كبيرة جدا من ردة فعلك. تمام. هو عارف ومدرك كويس قوي ان قيمته قلت في حياتك، ان انت بصيتك ليه اختلفت، ان هو ما بقاش زي الاول، لان انت ممكن تكون كشفت ألاعيبه وعايز تاخد حقك منه. تمام. هو برضو مدرك وعارف قد ايه هو وجعك وظلمك وجه عليك، وعارف ان هو كسر لك قلبك، بس في نفس الوقت عارف قد ايه انت قوي وقادر تاخد حقك، وده اللي مخوفه، مخليه طول الوقت خايف من ردة فعلك، لان هو عارف ان انت جبت يعني استحملت كتير وجيت على نفسك كتير، فهو عارف ان انت جبت اخرك، فهو خايف من اخرك ده، خايف من اخرك دوت ان انت يعني تاخد حقك كده زي ما بيقولوا منه تالت ومتلت. تمام. طيب هو عارف طبعا ان هو دمر العلاقة، وشايف ان العلاقة عشان ترجع زي الاول محتاجة مجهود كبير قوي، وفي نفس الوقت لازم يقدم تضحيات وتنازلات علشان ترضيك، لازم يعمل لك حاجة ترضيك. تمام. طيب هنكمل مع بعض. طيب كان طيب هو عارف ان انت احسن منه في حاجات كتير. تمام. آه بيتمنى الدنيا يعني ترجعكوا تاني لبعض، ويحافظ على العلاقة ويرجع الثقة اللي كانت ما بينك وما بينه، اللي اتعدمت، لأن للأسف الثقة ما بينك وما بينه اتعدمت. شايفة إن في حالة حب قوية جدا، وممكن تكون العلاقة دي قدرية، وعايز بداية جديدة معاك. بيفكر فيك طبعا طبعا بنسبة كبيرة جدا، وبيفكر إن هو عايز بداية جديدة، لكن مش عارف ازاي أو مش عارف يبتدي البداية الجديدة دي ازاي. عارف إن هو اتصرف بغباء لكن لسه بيحبك. شايفة إن هو شوية ممكن يكون داخل في حالة اكتئاب بسبب الوضع اللي هو فيه، لكن هو يعني مش هيستسلم، ناوي ان هو يتخطى حاجات كتيرة جدا، ما يستسلمش للطاقة دي. شايفة ان في عرض حب، شايفة ان هو عايز يرد لك كرامتك، وشايفة ان انت هتحس ان انت اخدت حقك منه، يعني هو هيعمل لك حاجات تحسسك ان انت اخدت حقك منه، وفي حل للخلافات اللي ما بينك وما بينه، وفي خطوات لإصلاح العلاقة. تمام. وعنده استعداد زي ما قلت لك دلوقتي، حتى لو هو ما كانش بيعمل كده قبل كده، لكن دلوقتي عنده استعداد ان هو يقدم تنازلات او يتنازل ويلاقي حلول وسط لرجوع العلاقة ما بينك وما بينه. تمام. فإن شاء الله خير، ودي كانت قراءتنا النهاردة، أتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسونيش لايك شير وكومنت حلو، باي باي.